50,000 متفرج يوسف بقوا حتى اللحظة الأخيرة لتحية الرقراقي، لتحية نجوم المنتخب المغربي على هذا المشوار المذهل على الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم. أول شيء دائما الحمد لله وشكر الله دائما وأبدا. شكرا لهؤلاء اللاعبين. هنا سجدة شكر لله على ما تحقق في هذه البطولة. الحمد لله، بطولة أكثر من رائعة. شرفتونا، رفعتوا راسنا يا الأولاد. أداء مشرف وأداء راقي وأداء خرافي. في اعتقادي نلتم كل الثناء والشكر والتقدير بهذا الأداء مع مدرب وطني ومع أداء رجولي منذ بداية هذه البطولة. خرجوا مرفوعين الرأس مع ضد فريق ومنتخب وحامل لقب كأس العالم. كنت من الند للند، كل لاعب أدى اللي عليه. كان هناك إرهاق وكان هناك تعب، لكن الحمد لله إصابات كثيرة كذلك، قلة اختيارات المدرب خصوصا اللاعبين الاحتياطيين، لكن أداءنا في اعتقادي كان جدا 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 مشرف. الوصول إلى نصف النهائي هذا ولا المربع الذهبي أكبر تتويج للكرة العربية وللكرة المغربية في التاريخ، وهذا شيء مهم جدا. هناك بعض شيء طبيعي أن هناك بعض القلق من بعض اللاعبين، لكن هذه هي كرة القدم، عليهم أن يرفعوا رأسهم، هذه سنة الحياة. احنا قدمنا مباراة كبيرة ورفعنا الرأس والحمد لله. الآن التفكير في المباراة المقبلة، لا زال هناك مباراة أخرى المركز الثالث والرابع. أصبحتم الأربع الأوائل في العالم، هذا يشرفنا ويشرفكم ويشرف كل العرب والحمد لله. طموح الآن مركز ثالث على مستوى العالم. أكيد مباراة، لا زالت هناك مباراة يوم السبت، المركز الثالث على العالم. باعتقادي أفضل ممكن شيء يقدموه لهذا الجمهور الذي حضر بقوة وساند. نشكر جمهور محمد، جمهور اللي حضر بكثافة وبقوة وساند منذ بداية البطولة هذه، ووضع ثقة في هؤلاء اللاعبين وفي هذا الفريق وفي هذا الإطار. لم نطلب المزيد مما أدوا عليه، وكذلك لهذا الرجل كذلك الذي اشتغل بشكل جيد واشتغل على أعلى مستوى وحضر وساعد منذ سنوات وهو يشتغل، لكن يجب هناك أشياء أخرى يجب إن شاء الله نحسنها، في انتظار دائما المزيد من التألق والمزيد من النجاحات إن شاء الله. محمد، شاهدنا الكثير من الدموع بين لاعبي المنتخب المغربي لأنهم شعروا بأن كأس العالم أصبح أقرب من أي وقت مضى في رحلة كان يمكن أن تستمر، لكن في النهاية يستحقون الإشادة على ما قدموا في هذا البطولة. وصلونا أن الجمهور بيعيط عشان ما وصلش نهائي كأس العالم. شفت الفخر، مدى الشرف والفخر يا محمد. الجمهور المغربي الموجود بيعيط عشان فريقه ما وصلش نهائي كأس عالم، وهو طموحه قبل البطولة كان الوصول إلى الدور الثاني. طبعا، فتحية كبيرة وشرف بالنسبة لنا، وشرفتونا ونفتخر بيكم دائما، وفتحتوا لنا باب الأمل. ولد صغير، جمهور زعلان يا جماعة. وصلونا ان المنتخب عربي جمهوره زعلان عشان ما وصلش نهائي كأس عالم. ما هذا الفخر، ما هذا الشرف. والله وما فيش حد بخل. الواحد جسمه أشعر لما يجي بيتكلم عن المنتخب المغربي، ودي حقيقة. انتوا فتحتوا لنا باب أمل، انتوا وحدتوا العرب اللي بقالهم سنين متفرقين. كرة القدم المغربية وحدت العرب، وحدت 400 مليون، ووصلتوا لنا حلم احنا عايشينه، ونفخر اللي احنا عايشين هذا الحلم، ان فريق جمهوره ولاعيبته بتعيط عشان ما وصلش نهائي كاس عالم. فهذا فخر وشرف، وشرفتونا، ولا مجال للنقد ولا مجال ان انتوا بداتوا غلط ولا المدرب بدا غلط. انت بتلعب حمل اللقب، فبطوله كبيره، ملحمه، 6 مباريات ملاحم تدرس. اول فريق دفاعيا ممتع، وهجوميا ممتع، بدون كرة ممتع، وبكرة ممتع. وناحي خطفت القلوب يا وناحي. زياش، اول مرة اشوف بطولة لزياش منضبط من الناحية الهجومية والناحية الدفاعية. نصيري، سايس كابتن الفريق، حكيمي، كل اللاعبين بما فيهم المدرب الوطني. فتحية كبيرة ليكوا، كبيرة كبيرة، شرفتونا، ولازم يستحقوا استقبال أبطال. حتى المركز اللي خد المركز الثالث والرابع اتمنى ان ياخدوا المركز الثالث. استقبال ابطال، شرفتوا 400 مليون عربي، شرفتوا الامه العربيه
والامه الاسلاميه، وحدتوا العرب والمسلمين في خلال 25 يوم. فتحيه كبيره لكم.